السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم كامل بخير بصحه جيده يا رب. اليوم كما راكم تشوفوا راني جبت لكم القرنينه وجبت لكم الطريقه الصحيحه للاحتفاظ بالقرنينه لمده عام، تقعد بنينه ما شاء الله. كنت ديجا شاركت معاكم فيديو قصير على طريقة الاحتفاظ بالقرنينة، وجتني بزاف تساؤلات. كل يوم يعني نلقى سؤال. كاينه واحدة قالت لي درت القرنينة بهذه الطريقة بصح كحلت لي، كاينه واحدة قالت لي فسدت لي القرنينة بعد ما درتها بالطريقة ديالك، وكاينه واحدة ثانية قالت لي القرنينة قساحت، يعني كي راح طيب القرنينة ديالها قساحت. درك راح نجاوبكم على جميع التساؤلات. اذا هنا كما راكم تشوفوا هنا جبت القرنينه ديالي، غسلتها كامل وبديت نقي فيها. طبعا هنا بعد ما تنقيو كامل القرنينه ديالكم غسلوها مليح وقطعوا القرنينه ديالكم، يعني كما موالفين تقطعوا القرنينه. كاينه مشتركه عندي قالت لي فيتامينات تاع القرنينه راح تروح كامل في الماء. اكيد اختي ماشي كيما حاجه زعما تستهلكيها حاجه جديده، كيما حاجه يعني تحتفظي بها. هذه القرنينه تحتفظوا بها لان هذا هو الوقت ديالها. ودي فوا هكا نتشهاو نديرو كسكس بالقرنينه، يعني في الوقت تاع الصيف. كيما على بالكم يعني القرنينه تجي غير في فصل الشتاء وفصل الربيع وخلاص الوقت ديالها. بصح حنا ديفوا نتشهاو نديرو الكسكس على هذا، يعني نحتفظوا بها في هذا الوقت. وفي الصيف ان شاء الله كي نحبوا يعني نطيبوا الكسكس راح نطيبوا هذا القرنين. اي حاجه اي خضره يعني تحتفظي بها اكيد راح تنقص القيمه الغذائيه ديالها. حتى اللحوم، يعني كي ديري اللحوم في المجمد ماشي كيما تجيبي اللحم يعني طازج، هذه يعني حاجه باينه. بالنسبه للبنه راح تقعد يعني البنه ديالها كانها يعني جديده. عن تجربه انا موالفه يعني كل عام نحتفظ بالقرنينه ونطيبها يعني في الصيف وتجي يعني من اروع ما يكون. بالنسبه للمشتركه اللي قالت لي بلي قساحت كي رحت نطيبها ما حبيتش نطيب، بالك النوعيه تاع القرنينه اللي درتيها اصلا راهي قاصحه. بالك هذيك القرنينه يعني كي تنوض القرنينه كي ما تنحيهاش، يعني تروحي تنحيها برك خطره هذيك القرنينه تولي قاصحه. بصح كي تنحيها وتعاودي تنحيها يعني راح تلقيها شغل طريه. اذا ما طابتش القرنينه ديالك طيبيها في لاكوكوط عادي اكيد راح تطيب. هنا بعد ما قطعت كامل القرنينه ديالي هنا جبت قرعه تاع بلاستيك يعني عاديه. هنا راح نعمر هذيك القرنينه في القرعه كما راكم تشوفوا. هنا الافضل ديروا يعني كل كميه وحدها، يعني كل قرعه تاع ريتله ونص تعمروها وحدها. النهار اللي تحبوا تجبدوا القرنينه ديالكم تجبدوا برك قيس ما طيبوا هذاك النهار. الافضل يعني هنا ديروا هذا القرع تاع اللجوم بعد ما تغسلوهم اكيد مليح، لان يعني هنا تقدروا ديروها بكل سهوله تعمروها بكل سهوله، عكس القرعه تاع ماء سعيده يعني تجي واعره شويه باش تعمروها. اذا هنا راح نعمر كامل القرنينه ديالي. هنا بعد ما عمرت كامل القرنينه ديالي هنا راح ندير لها الملح. هنا كل قرعه ما يعني قرعه ريتله ونص راح ندير فيها 3 مغارف ملح. هنا لازم تديروا الملح 3 مغارف ملح في كل ريتله ونص ماء. هنا راح تقولوا لي يعني النهار اللي نحيو هذيك القرنينه باش نطيبوها راح تجي مالحه. كاين سر واحد اخر، نهار اللي تحبي طيبي هذيك القرنينه نحيها ليله من قبل، بدلي لها الماء 2 خطرات 3 خطرات، خليها في ماء واحد اخر. هكذا راح تنقص يعني كميه تاع الملح الموجوده فيها. كيما نديرو يعني القديد النهار اللي نحبوا نطيبوا القديد راح نحيوه ليله من قبل باش يذوب كامل الملح الموجود فيه.
إذا بالنسبة للملح ما تنقصوش كمية الملح، لأن الملح هي المادة الحافظة اللي راح تحافظ على هذا القرنينة. كل قرعة ونص ديروا 3 مغارف تاع الملح، هكذا يعني راح تحافظوا على القرنينة ديالكم. ومن بعد عمروا القرعة ديالكم بالماء عادي، يعني الماء من الحنفية، ما تديروش الماء يكون سخون، ماء بارد من الحنفية يعني عادي. هكذا عمروا القرعة ديالكم مليح. هنا زدت برك هذيك الكمية تاع الملح. ونفس الشيء بالنسبة للقرعة الثانية فيها رتلة ونص، راح نزيد ثاني 3 مغارف تاع الملح ونعمرها بالماء. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بها، راح نحتفظ بالقرنينة ديالي في مكان يكون مظلم، يعني نديرها في بلاكر، ما نديروهاش يعني مباشرة للشمس، لأن هذه القرنينة كي ديروها مباشرة وين كاين شميسة ولا الضوء بزاف راح تفسد معاكم، يعني ديروها في بلاكر. هنا بعد ما عمرتهم كامل بالماء راح نغلق على القراعي ديالي ونحركهم هكذا شويه حتى يذوب كامل هذاك الملح. يعني طريقه جد سهله. هنا حبيت نوري لكم القرنينه اللي احتفظت بها لمده شهر. كنت يعني بديت نحتفظ بالقرنينه لاننا نحبوا يعني في الدار القرنينه، نحبوا الكسكس بالقرنينه. هذه القرعه يعني عندها شهر. اكيد راح يتغير شويه اللون ديالها، بصح البنه ديالها تقعد البنه تاع القرنينه الجديده. واحد المشتركه قالت لي يعني كي احتفظت بالقرنينه نهار اللي رحت نطيبها ولات كحله. انا جامي يعني صرات معايا نطيبها عادي تخرج باللون ديالها. نهار اللي راح نطيب هذه القرنينه راح نحيها ليله من قبل، نبدل لها الماء 2 إلى 3 خطرات، نخليها في الماء حتى تصبح يعني نطيبها الفطور عادي. شوفوا يعني ما راحش يعني تولي طريه ولا تقعد كيما يعني درتها تقعد، يعني كي تقطعيها تحسي بهذيك القرمشه كيما نقولوا. شوفوا يعني تقعد ما شاء الله عن تجربة. أنا نطيبها يعني مولفة ندير هذه الطريقة من سنين كما نقولوا، وطريقة ناجحة ومجربة. شوفوا هنا يعني كنت طيبت القرنينة اللي احتفظت بها، شوفوا يعني كيفاش تجي يعني ما شاء الله. كاين مشتركة عندي قالت لي اسكو نقدروا نحتفظوا بالخرشف بنفس الطريقة تاع القرنينة. نقول لها جامي جربت الخرشف، ما نقدرش يعني نقول لك على حاجة ما جربتهاش وما نجحتش معايا. انا يعني نشارك معاكم برك الوصفات الناجحة اللي جربتها ونجحت معايا. اذا هذه هي الطريقه ديالي، ان شاء الله تستفيدوا من هذه الطريقه، وان شاء الله راني جاوبت على كامل التساؤلات ديالكم، ونتمنى تعجبكم الطريقه. واذا عجبتكم الطريقه ما تنسوش برك دعم القناه باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.